في حدث تاريخي بيتحضر دلوقتي في مصر في مفاوضات شرم الشيخ. فلو مش عارف لسه اخر تطورات ايه، تعالى اقول لك. من شويه وصل وفد امريكي واسرائيلي علشان يناقشوا بنود الاتفاق، ولحد دلوقتي الاطراف المصريه والفلسطينيه متمسكين بان يكون في وقف شامل لاطلاق النار وانسحاب اسرائيلي كامل من مناطق غزه قبل ما يتم البدء في تنفيذ التبادل للاسرى. بس المفاجاه بقى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع بمفاجاه وقال تصريح مهم جدا لازم تفهمه وتفهم معناه والغرض كمان من وراه والاحتمالات الكبيره اللي ممكن يفتحها للقضيه الفلسطينيه. قال اننا بندعو الرئيس ترامب ان هو يزور مصر ويحضر اتفاقيه وقف اطلاق النار. الكلمه ديت ممكن تبان لك للوهله الاولى ان هي كلمه بسيطه، بس لو ركزت شويه وحللت المعنى وراها هتلاقي اللي مستخبي بين السطور معنى كبير، حاجات كبيره ومهمه جدا فوق ما تتصور. وخليني اشرح لك ازاي. زي ما انت عارف ان ترامب بقاله فتره بيبحث وعايز جائزه نوبل السلام. من فتره قال في تصريح رسمي ان هو اوقف 7 حروب في 7 اماكن مختلفه في 7 شهور، وان عدم منح الجائزه للولايات المتحده هيكون اهانه عظمى لامريكا. الموضوع وصل معاه ان هو هدد النرويج بنفسها اللي فيها اللجنه المانحه للجائزه ان هو ممكن يطبق عليهم تعريفات جمركيه ضخمه، وما قالش طبعا ان السبب هو نوبل للسلام اللي متمسك بيها وشبطان بيها بالشكل دوت. تعالى بقى يا باشا نطبق السلام وهنديك اللقطه التاريخيه حتى لو ما فزتش بنوبل، بس هنكسب احنا كتير. هيبقى واين ستيودين، هيبقى عرض جذاب جدا لرجل صفقات زي ترامب. ازاي لما يجي ترامب بنفسه هنا في مصر ويوقع على الاتفاقيه بنفسه وبعد ما يتم تحديد بنودها وتظبيطها وكمان يترشح بسببها النوبل حتى لو ما فاز بيها، ده هيبقى اكبر ضمان ان الاتفاقيه ما ينفعش خرقها بعد كده، لانها هتبقى في وش وسمعه ترامب ودوت بشكل مباشر، واي خرق ليها هيكون اهانه مباشره للولايات المتحده الامريكيه، وساعتها الشعب الامريكي مش هيسكت. تاني حاجه ان الدعوه ديت مش بس لترامب، رساله للعالم كله ان مصر دلوقتي هي اللي ماسكه الخيوط بايديها، ماسكه الخيوط كلها مره تانيه بعيد عن اي وسطاء تانيين، وان ارض مصر بقت المسرح الوحيد اللي ممكن يتولد منه سلام حقيقي للمنطقه. تالت حاجه بقى ان ديت ضربه دبلوماسيه ذكيه جدا لنتنياهو. طب قول لي ليه؟ عشان اللي بيحصل دلوقتي بيقول ان هو اتزنق زنقه ما يعلم بها الا ربنا، عشان حضور ترامب بنفسه لمصر لو وافق يعني وان شاء الله هيوافق هيبقى معناه ان الملف اصلا خرج من ايد اسرائيل بقى في ايد امريكا ومصر، وده بالتالي ان نتنياهو كده فقد اخر ورقه كان بيلعب بيها، الورقه اللي كان بيستخدمها علشان يطول الحرب ويهرب من المحاكمات اللي مستنيه في تل ابيب، هي ورقه المفاوضات وتعديلها، وكان طلب شروط معقده وغير منطقيه وغير عادله. ترامب لو جه شرم الشيخ فعلا الصوره اللي العالم هيشوفها مش هتكون نتنياهو بينتصر وبيحقق اهدافه في الحرب على غزه طبعا، لا طبعا هتكون الصوره اللي هينقلها الاعلام هي ترامب يوقع على اتفاق سلام تاريخي في مصر. دي لقطه كفيله، مش بس كفيله ان هي تدفن تاريخ نتنياهو كله السياسي وكل حاجه عملها نتنياهو، دي قادره تمحي من التاريخ. اللقطه دي يا صديقي لو حصلت هتبقى لقطه تاريخيه تطبع في تاريخ العالم وهتسجلها كتب التاريخ للابد، وولادنا هيدرسوها في الايام اللي جايه. افتكروا بقى ترامب لما يجي هيوافق ولا يرفض على طلبات عزيز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 1 في العالم كله؟ ده بقى اللي هنشوفه في الساعات اللي جايه. لكن انا من تقديري ما افتكرش ان هو هيقدر يقاوم فرصه زي ديت علشان يصنع لنفسه تاريخ سياسي غير مسبوق.